يا مساء العسل. يلا بينا نعمل مع بعض النهاردة البسكوت الكريسبي. حاجة كده تاكليها جنب كوباية الشاي. الأولاد ياكلوها. حاجة انت اللي عاملاها بإيدك، بالأشكال اللي انت حبيها، بالألوان اللي انت حبيها. طعمه حلو قوي 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 ومظبوط. بس قبل ما أبدأ معاك الفيديو، معاكم منار الكيال. أتمنى لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ده شيء بيساعدني جدا. نسمي الله. هقول لكم المقادير بالجرامات. معايا هنا 30 جرام زبدة سايحة، ومعايا صفار بيضة واحدة، ومعايا معلقة فانيليا، 10 جرام لبن. هضرب كل دول مع بعض. هبتدي هنا انخل الدقيق معايا 100 جرام، ومعايا سكر بودرة في حدود 100 جرام برضو، على السكر حسب الرغبة، ومعايا لبن بودرة. متهيألي المقادير كده بسيطة قوي. هبتدي ان انا اقلب كله مع بعضه. بعد ما هقلب عجينة البسكوت بتاعتي كويس جدا وكله يختلط ببعضه، هدخلها التلاجة من ربع ساعة لنص ساعة علشان تمسك نفسها شوية، لان هي ما تبقاش ماسكة قوي. وبعد كده هبتدي افردها على ورق زبدة. بعد ما دخلتها التلاجة، هبتدي اعمل معاكم البسكوت اللي بالكاكاو. هي نفس المقادير: 30 جرام زبدة، 10 جرام لبن، صفار بيضة، 100 جرام دقيق، 40 جرام لبن بودر، 100 جرام سكر بودر، ومعلقة كاكاو خام او كاكاو بسكر. ده بيختلف طبعا، ممكن تقللي السكر البودرة شوية او على حسب التحلية اللي انت بتحبيها. وبرضو منخل كل ده مع بعضه، وهقلب كل العجينة بتاعة البسكوت بتاعتي، وبرضو هريحها في التلاجة علشان لما ابتدي ان انا اشكلها تبقى معايا مظبوطة. تمام. هي ما بتاخدش وقت معايا في التقليب كده خالص. بصوا، بتبقى ناعمة جدا جدا. بغطيها بستريتش وبدخلها التلاجة. ادي اول بسكوت معايا اللي بالفانيليا. بعد ما سبته يرتاح في التلاجة طلعته وقسمته بالنص. نص هحط فيه لون احمر كتغيير يعني، والنص التاني هعمله بالفانيليا عادي سادة. ببتدي ان انا افردها على ورق زبدة. انا عايزة السمك بتاعها يبقى نفس سمك البسكوت. طبعا برش دقيق علشان الزبدة اللي فيها بتسيح بسرعة. لو ساحت منك وانت بتعملي الخطوات دي، دخليها التلاجة تاني، ما تقلقيش، مفيش حاجة بتبوظ خالص. وبأي كوباية عندك هتبتدي ان انت تحطيها في الدقيق، وتقومي عاملة بيها في العجينة بتاعة البسكوت بتاعتك، عاملة بيها الشكل المدور. انا مش عايزة السمك يبقى تخين، انا عايزاه يبقى اللي هو في حدود اقل من سنتي، نص سنتي مثلا. بعد ما خلصت الشكل المدور ده بتاع البسكوت، هبتدي ان انا الم العجينة بتاعتي كلها. لو ساحت مني زي ما انتوا شايفينها كده بتتقطع، بدخلها التلاجة تاني وابتدي اكمل. هرصها على الصينية. انا عارفة ان الصينية بتاعتي ما بتلزقش. لو انت خايفة من الصينية بتاعتك ان هي تلزق او البسكوت يلزق فيها، حطي ورق زبدة. تمام. هبتدي ان انا اوزع البسكوت بتاعي جوه الصينية. هو مفرح جدا وحلو قوي 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 قوي. هبتدي ان انا اجيب الشوكة بتاعتي واعمل اخرمها كده بالشوكة زي البسكوت اللي انت بتشتريه من بره جاهز. الاشكال دي انت بتلعبي فيها زي ما انت حابة. انا حبيت اعمل الشكل التقليدي بتاع البسكوت، يدي ايحاء كده للي بياكل ان انت بتاكل بسكوت من بره، لان طعمه زي البسكوت اللي انت بتاكليه من بره قوي. ادي الجزء التاني اللي انا حطيت فيه اللون. هي نفس العجينة بس زودت عليها اللون الاحمر نقطة بالظبط.
وببتدي برضو اعمل نفس الخطوات. اجيب الكوباية واحط فيها دقيق، وده شكل عندي. قلت القلب ينفع مع اللون الاحمر. واخر حاجة معايا البسكوت اللي بالكاكاو او بالشوكولاتة. بعد ما طلع من التلاجة حطيت دي على نفس ورقة الزبدة اللي انا عملت بيها من الفانيليا من الاول. وهبتدي برضو ان انا افرد واجيب الكوباية واقطع بقى الشكل المدور بتاع البسكوت. انا جايبه لكم التفاصيل. والدقيق الزيادة اللي انا برشه ده علشان اعرف افرد البسكوت بتاعي بالنشابة، كل ده بيتشال بالفرشة عادي. اكيد مش هتدخليه الفرن وهو فيه دقيق كده، لا، نضفي البسكوت بتاعك وحطيه في الصينية. بعد ما عملت الشكل المدور رصيته في الصينية. انا بحب قوي لما ببقى عاملة حاجة غامقة، بسكوت غامق مثلا وبسكوت فاتح، او في الكحك مثلا او البيتيفور او الحاجات دي، بحب احط اللون الفاتح مع الغامق علشان يعرفني ان البسكوت بتاعي استوى، او الحاجة اللي انا حطاها في الصينية دي استوى. هنا عاملة شكل تالت. جبت الشاليمو وابتديت ان انا اعمل العين، يعني كشكل جديد يعني للبسكوت معايا. وانتي براحتك بقى، شوفي بقى انتي ايه هتعملي، اشكال ايه، ووروني برضو، يعني احب اتفرج. ادينا بنتعلم من بعض. بحط الشاليمو في الدقيق وببتدي ان انا اخرم بكل سهولة، بتطلع معايا. بعد ما عملت شكل العين هجيب المعلقة وابتدي ان انا اعمل شكل البق كأنه سمايل يعني. بس كده. وعلى الفرن على طول، درجة حرارة 160 لمدة 10 دقايق بالظبط. مولعة الفرن ومولعة معاها المروحة. لو مفيش مروحة 10 دقايق الفرن شغال على درجة حرارة 160، دقيقتين بالظبط. وبرضو انتي بتراقبيه على الشواية لو ما عندكيش مروحة، وهيطلع معاكي احلى بسكوت كريسبي ممكن تاكليه. طعم الزبدة حلو والسكر حلو قوي قوي قوي، والشكل فعلا مفرح. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وما كنتش طولت عليكم الفيديو، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. مع السلامة.